عشان البيزنس بتاعك دايما بيحتاج كلاينتس جديده، خليني اقولك على استراتيجيات تخليك تعرف تجيب كلاينتس. لما بتيجي توقف ماركتنج السيلز بيتاثر وكمان الكاش فلو بيقل، وده بيخلي المشروع بتاعك بيبدا ينهار. وعلشان كده بنعمل حاجه اسمها ريجنريشن سيستم. السيستم ده ما بيبقاش مجرد بوست او كامبين عابره، ده بيبقى انبوند واوت بوند ماركتنج وكمان ريفيرال وريليشن شيبس. اوت بوند ماركتنج ليها امثله كتير، ومنها البيد ادز او الاعلانات الموجهه للكولد اودينس والكولد كولز والدايركت مسجز اللي بتتبعت للناس على السوشيال ميديا. بس قبل ما تستخدم الاوت بوند ماركتنج لازم تبقى عارف ان احنا بنعمل ده بهاي فوليوم او بكميات كبيره جدا، ولازم كمان يكون في عرض واضح وفولو اب سريع. اما بقى بالنسبه للانباوند ماركتنج، فالعميل شاف حاجه قيمه جدا في المحتوى اللي انت بتقدمه، وده انواعه كتيره جدا، منها الكونتنت ماركتنج والاس اي او وغيرها كتير. دي بقى بتضمن لك لويالتي الكلاينت، بس مشكلتها ان هي بتاخد وقت طويل شويه. ولو عايز تبدا تشتغل اوت بوند ماركتنج لازم تبدا تستخدم اوتوميشن وتولز علشان تساعدك ان انت تسرع السايكل بتاعتك. وما تنساش ان الكونسستنسي هي اللي هتساعدك ان انت تنجح في اي حاجه انت ابتديتها.